جين بعدها وصل لدار رعاية المسنين، قال ان ده هو المكان اللي بيقيم فيه بيرنين جيسوس. واما خبط على الباب سمع صوت بيقول له انا قادم، والراجل سأل جين عن سبب قدومه، ولكن لما عدل النضاره ابتسم على طول وسأله لو ان هو فعلا. وجين رجع بذاكرته شويه وقت ما اول مره دخل الروايه، لانه افتكر ان اسمه اتحول من تشون لجين، وتشون الاصلي صاحب الجسم كان انسان بيمتلك حياته الخاصه، واللي جين ما كانش واخد باله منه هو ان تشون كان بيمتلك العديد من العلاقات. والراجل قال تقريبا يا جين عدت سنه، ادخل اتفضل انا ما شفتكش من بدري. وهو ماشي معاه في الممر بص على شماله ولقى حد بيلوح له، طلع شخص تاني بالاضافه لاشخاص تانيين كلهم رحبوا بيه وكانوا عارفينه. وقتها بيرين ساله مره تانيه على سبب قدومه، وجين قال له ان الامر بيتعلق بشخص يدعى اغوس. انت بتسال عن الشخص اللي جه من امريكا الجنوبيه، ده كان شخص هادي عشان كده ما اتكلمش الا معاك من وقت ما كان في دار المسنين. وهنا جين ادرك ان المؤلف الجانبي حاول يحرف اجزاء من الروايه، ومع ذلك جين ما شافهاش حاجه سيئه. ووقتها قال لبيرنين انا كنت بسال لو اغوس ساب تذكار وراه او حاجه من هذا القبيل. تذكار؟ هو ما وصاش على ضروره الحفاظ على تذكار، ولكن فعلا ليه تذكار موجود. وجين قال له انها رساله، واما لقى تعبير بيرنين اتغيرت عارف ان الامر لسه بيتمحور حوالين الرساله. وجين فاكر الامر ده لانه فاكر الجزء ده من الروايه. سال جين ازاي عرف عن الامر، اما جين فتجاهل سؤاله وقال له انه عايز الرساله. بيقول لنا انه مش عارف شخصيه شون الحقيقيه، وبالحكم على الطريقه اللي الناس حاليا بيعاملوه بيها ده بيقول انهم كانوا على وفاق، فباين ان تشون كون علاقات جيده مع كل الاشخاص من حوله. طيب انا هجيب لك رساله، فقد كنت تتقرب من الجميع لتصبح رفيقهم، وهتلاقي الرساله في مجمع سوهو التذكاري. وجين ما تاخرش في الوصول لهناك، وبعدها تساءل عن عدد التجارب اللي مر بيها في العالم ده وما مرش بيها في الحياه الواقعيه. مشي شويه لحد ما وصل للخزانه المناسبه وحس بالسعاده ما لقى الرساله. كان لسه يفتح الرساله لكن افتكر انه عارف بالفعل محتواها، فقال ان فتحها مش هيكون لي داعي، وان على الاقل تؤمر تكون اول واحده تقراها. بعدها فكر في حاجه، وهي ان ممكن المؤلف المشارك يكون غير حاجه وخدها مره تانية، وان لو ده حصل فممكن يقع في ورطه. بعدها المشهد بياخدنا ليو وهي بتتكلم مع مجموعه الظل. استغربت من المعلومات اللي الشخص ادالها، تحديدا لما قال لها انه كان منخرط في الاعمال التطوعيه، والشخص كان قال لها ان فعلا في كتير من السجلات اللي بتشيل لقيامه باعمال تطوعيه في دور الايتام ودور رعايه المسنين وغيرها، وده من عمر 11 سنه وحتى دخول المكعب. الكلام كان على جين، وفكرت لو ان ده هو السبب اللي مخليه دايما يتخفى عن الانظار، ان دي ممكن تكون الحاجه اللي بتفسر خروجه بشكل متكرر. فمن بين كل التوقعات عن الشائعات اللي بتدور حوله بيطلع في الاخير بيعمل اعمال خيريه. شخص كان يتيم وفجاه اكتشف موهبته ودخل المكعب. يا لها من قصه رائعه لتحول حياته للافضل. لو كنت مكانه لطمرت الماضي في غياب النسيان، الا انه لم يطوي صفحه الماضي بل عاش حياته يستجدي عون الاخرين ليتذكر ماضيه. ما كانش بيستعمل قوته لجذب الانظار واظهارها سرا فقط عند الضروره. وعلى الرغم من ان ده مش بيتوافق مع قيمي، لكن ما فيش حاجه قدامي الا الاعتراف انت حقا شخص رائع. في تقرير تاني تم ارسال طلب لتعاقب قاتل مأجور، واتقال ان اكبر الموظفين اتقتلوا وان القاتل اتبعت من كوريا. ويو فكرت ان بالنسبه للشخص ده فهي كانت بتخطط للتواصل معاهم بشان تهريب الاثار، وقالت انها ممكن تستغل الطلب ده عشان تفرض شروطها الخاصه. واخر حاجه بعتتها للمجموعه لنرى هل سيمكننا تتبع القاتل ام لا. بعدها يوصل لها معلومات ان الطالب سيوب اللي هو صديق جين شخص مجتهد ومفيد، فقالوا يتفحصوا ملفاته الخاصه. وسيوب فعلا شخص مميز بيقدر يربط دماغه بجهاز الكمبيوتر، فبيجسد مهاره فائقه في البحث عن المعلومات وتتبعها. وبالعوده لجين مره تانية اما فتح الرساله لقى ان محتواها زي ما هو ما اتغيرش، وقال ان في الوضع الراهن دي هي الاجابه الوحيده اللي ممكن مكتب الحقيقه يقدمها للعميل. وفي اللحظه دي وصلت رساله لتومر، اتعدلت على طول عشان تبص عليها وابتسمت هم عرفت انها من مكتب الحقيقه. وعنوان الرساله تم ايجاد بيرنين جيسوس، وان لو عايزه تسمع المعلومات كامله فلازم تدفع كل التكلفه. اليوم اللي بعده في الاكاديميه المدرب هيوب بيعرف الطلاب انهم كده انتهوا من الاختبارات النظريه، وشكرهم كلهم على عملهم الشاق. وبعدها اثناء ما جين واقف عند آلة المشروبات التفت اما سمع حد بينده عليه. انتهت الاختبارات النظريه، يا ترى ايه اللي ناوي تعمله دلوقتي؟ فقال لها انه حاليا هيستعد للامتحان العملي. قالت له ده لسه متبقي اسبوع على الاقل، معقوله هتبدا تحضر من النهارده كما هو متوقع من طالب متفوق زيك؟ وصح انا هراجع دي، وشكرا ليك جدا. فبفضل الملخص ده عرفت املي ورقه الامتحان كلها. ده انا اعتقدت ان املي في النجاح اتحط مختفى وكل الشكر راجع ليك. وجين قال لها ان وقت ما سابها ما كانش يقصد يمشي يسيبها بسرعه كده، وانه بس كان يفتكر حاجه خليته يستعجل. قالت له لا باس، وان الملخص بتاعه لخص كل النقاط الرئيسيه بشكل مثالي، وهي مش عارفه ان جين كان اخترق الملفات الشخصيه ليو وحصل منها على التلخيص ده. اما يون فقالت لجين انها هتكافئه على ده، وسالت لو عنده حاجه تانية بعد الامتحان العملي يعملها. سالها عن المكان اللي هيروحوه، فقالت له مطعم هانجيون هنروح وكيم سو هيكون معانا. وفي اللحظه دي عرف حاجه، ان ده مطعم كوري من الدرجه الاولى موجود في جزيره كانغوا، ومع ان جوده الاكل خليته يريل مقدما لكن مع ذلك رفض. سالته باستغراب عن السبب، وهو فكر ان لازم يستعد للحادثه اللي هتطرأ بعد الامتحان العملي. اما يون فقال لها انه مش متفرغ حاليا، وان لو عايزه تروح فعلا فممكن تروح مع كيم سوهو. وهي بعد ما سكتت شويه سالته لو انه بيقول كده لانه غيران من وجود كيم سوهو معاهم. مين جاب سيره الغيره؟ يا ترى ايه اللي تقصديه بالظبط؟ ويون سحبت نفسها بسرعه وقالت
قالت له لا شيء، انا بس حبيت ادعوك عشان ارد لك صنيعك لانك دعيتني لتناول الطعام في مطعم في باريس. وجين مشي وهو بيقول لها انه حقا مش مهتم بالامر ده. معقوله؟ ده انت دفعت كتير وقتها. حاولت تنده عليه بعدها لكن صوتها انخفض وقالت انها تود ان نخرج معا. بعدها وجين في طريقه فكر يشتري لإيفنجيل بعض الوجبات الخفيفه، ولكن في احد الزوايا سمع صوت، واما قرب سمع حد بيقول ممكن تمنحني دفعه مقدما. طلعت تومر كانت بتحاول تستلف فلوس، والشخص اللي معاها على المكالمه ما كانش عاجبه طلبها وقال لها ان بالفعل مرت اشهر ولسه ما انهتش عمل بيستغرق اسبوعين بس، وسالها لو انها فقدت العنصر اللي قائد الدوله. واثناء ما هي بتحاول تعتذر لانها فقدته فعلا، جين كان بيتنصت عليهم وفاكر ان هو اللي اخذ العنصر ده. تومر وقتها ترجت الشخص يمنحها المال، وهو بصوت عالي قال لها ان اللي عملته لا يغتفر وانها لازم تنهي المهمه الاول. خلصت المكالمه وكلمت نفسها ان ازاي فعلا لسه ما انهتش المهمه، واتصدمت لما لقت جين قصادها. فكرت من امتى هو واقف هنا، وهل من الممكن يكون سمع حاجه، وبعدها قالت لا باس لانها ما قالتش كلام يدل على انها شيطانه بشريه واتخطته، قايله له يبعد عن طريقها. جين وقتها عرض يقرضها المال، فعلا كانت محتاجه فلوس وما كانتش متوقعه يكون سمعها، فسالته هل مدرك لكميه المال اللي انا محتاجاها؟ وجين قال انت ساحره، وبيقولوا ان السحره لو ركزوا على دراستهم فقط فهيبقى صعب عليهم يجنوا المال، عشان كده خرج ايصال دين وانا هقرضك المال بكل سرور، وهل فاكر انك معاك المبلغ اللي انا عايز اقترضه؟ فرد عليها على الرغم من انني ابدو بمظهر الرس الا انني املك الكثير من المال. بعدها في الاختبار العملي الاول في المنافسه الجماعيه، القواعد بتشبه جدا القتالات الفرديه للفصل الدراسي الاول، ولكن المره دي مش هتكون فرديه بل فرق. وفي المباراه الاولى من اليوم الاول الفريق الهجومي هيكون فريق راشيل، اما الفريق المدافع فهيكون فريق يوهي. وقتها جين لاحظ ان التضاريس اللي حواليه مليانه بالعقبات، لكنه ابتسم لان كل المناطق اللي حواليه هتكون في مصلحته. اما راشيل فعرفت الفريق ان هي وجين هيندفعوا على طول للمقدمه، اما الباقيين فيتبعوهم ويقدموا المساعده. وفي اللحظه اللي قالت لهم فيها انهم هيبداوا، جين على طول طلع على شجره سيد جين، وجين عرفها انه هياخد المقدمه وهيفتح لهم المجال، وهي انبهرت من انه تسرع بالبحث عن مكان مرتفع عشان يجلي قدراته من مكان مناسب. وجين فضل يطلع من فرع للتاني، استمر على ده لحد ما طلع لاعلى مسافه وموقع يكون مناسب للرؤيه. وقتها حاجه فاجئته فاطلق رصاصه، وبنعرف بعدها انه اتصدى لسهم ونزل بسرعه لانه كده ادرك ان موقعه مكشوف. عارف ان طالما في رامي فده معناه ان في فريق كامل بالقرب من هنا، واول شخص جين لمحه من الفريق اللي توقعه هو العضو الذي في المقدمه، ولكن الشخص ده كان مبتسم مسترخي جدا لدرجه انه قافل عينيه، ما فهمش تصرفه لان المفروض انهم في منافسه، مش عارف يستوعب اللي بيعمله، وفكر ان حتى لو في رامي مهمته حمايته ازاي مع ذلك مستلقي وسايب نفسه لاي هجوم محتمل. غير ان راشيل هي خصم يوهي، ويوهي كان عمال يتغنى ويقول انا حر خالي من الهموم كالرياح تماما. اصبحت راشيل على مقربه منه مستعده ارجع سيفها، وفي اللحظه دي هو حط ايده على السيف وراشيل اتفاجئت بتصدي لهجومها. بسرعه اندفعت للخلف، وسيونغ طلب من راشيل الابتعاد وهجم على يوهي بالفأس الثقيل، وهجومه سبب بغبار في المكان. جين وقتها عبر عن ان المساحه ضيقه للغايه، وعلى الرغم من ان راشيل وسيونغ متحدين مع بعض الا ان مع ذلك ما قدروش يهزموه، وده خلى جين يتساءل عن القوه المفاجئه اللي امتلكها يوهي بشكل غير متوقع. سيونغ نفسه كان متفاجئ من ان هو وراشيل ما عرفوش يخلوه يظهر اي ثغرات لحد دلوقتي، ففكر لو انه بيستعمل سحر التعزيز. جين كان عنده نفس الفكره وقال انه ابصر جوهر خطتهم، فهو عارف ان يوهي بيصدر الهجمات الاماميه وفي الخلف الرامي بيقدم له دعم عشان يمنع وجود اي ثغرات. اما الداعم الاساسي فهو قادم من الساحر بيلقي سحر على يوهي وبالتالي بيعزز دفاعه، وفي الاخير كلهم محميين بشكل جيد من قبل المحارب المتبقي، قايل انهم بيستعملوا خطه الفريق الواحد. وبصراحه دي خطه دفاعيه فعاله ولكنها بتستند على السحره، واذا تم التخلص منهم ستنهار الخطه تماما. وقتها جين تسلق فرع شجره مرتفع فعرف يشوف بقيه الفريق بشكل واضح، والمحارب اللي دافع لجين اتوقعه لمح وجود جين، فقال لهم بصوت عالي ان الرامي الخاص بفريق العدو يتسلق الشجره على اليمين، وحدف فأسه اللي بيمتلك خاصيه العوده، لكن جين راوغ الهجوم. وبعدها مسك الفاس مره تانية عرف الفريق ان جين جه هنا لوحده، كان لسه بيحاول يفهم اللي جين بيخطط له، واتصدى بسرعه لطلقات جين بتعزيز من الساحر. المدافع التاني اطمن على الساحر لكن هو عرفه انه بخير، اما جين فكان متحير لان الساحر متوالي خلف الدفاع، ورغم ده جين كان عارف ان ممكن يصيبه لو هجم عليه من الاعلى. وقتها هجم صاحب الفأس وجين قال هل فاكر هتقضي عليا لوحدك؟ احمق، لا طائل مما تقوم به، فانت مش هتعرف تمسكني في مكان ممتلئ بالعديد من الحواجز. وفعلا كل مره المدافع كان بيهجم جين بيعرف يراوغ هجومه بسهوله، بالاضافه انه كان بيستفزه بحركات صبيانيه كانت مزعجه لدرجه ان صاحب الدرع نفسه اتضايق، وقال انه من اول دلوقتي هيصعب الامر عليه. استعمل مهاره سحريه وثم ظهرت العديد من الدروع فضلت تتجمع حواليه لحد ما ترتبت على هيئه كره، واما جين بص قال انها درع متقوقع كالقنفذ، وصاحب الفأس حاول يبعته. وقتها جين استعمل تباطؤ الزمن وبقى فوق الدرع، قايل ان مهما بلغ عنان قوه دفاعه فلا يوجد درع منيع مطلقا. ووقتها عرف يلاقي ثغره، والرصاصه اللي اطلقها قدر يغير مسارها. يوهي كان مصدوم جدا من اللي حصل لان تم القضاء على الحارس من فجوه صغيره جدا وفقد وعيه. وقتها المدافع وصفه بالمخادع، وجين قال له باستغراب ان اللي عمله مجرد خطه. وفي لحظه هجوم سيونغ وراشيل على يوهي ادرك ان التعديل السحري اختفى لان الساحر فقد الوعي، والساحره
تومر اللي مع جين في الفريق هي كمان هجمت عليه، وبكده في منافسه الفريق فاز فريق رشيل باغلبيه ساحقه. حيتهم جدا على مجهودهم العظيم، وجين اما بص عليها كان حاسس بالروعه لانها اخيرا بقت في مزاج جيد. اما هي فكلمته وقالت خاصه انت يا جين فاحنا قدرنا نفوز بسببك لانك قضيت على الساحر. وجين قال لهم لا باس وان الامر ما كانش بالاهميه دي. وسيونغ قال ما تقللش من مجهودك ايها القزم فانت بطل المنافسه دي. وفضلوا يحكوا على الحركات اللي جين نفذها بطريقه ايجابيه مبهره. وجين ماشي وحاسس ان سبب ارهاقه وافراطه في تسلق الاشجار بنلاقي يون ندهت عليه وقالت له ان كيم سو عايز يبلغه ان المهاره اللي نفذها النهارده عجبته، وكمان قالت له ان منافسته بدات دلوقتي. لكن قول لي يا جين ازاي خليته الرصاصه تنحرف بالشكل ده؟ ولا حاجه انا بس استعملت موهبتي. ورده خلاها تساله لو انه بيستهزأ بيها. ايا يكن انا عايز ادخل المعركه الان، لكن فريقي لسه دوره ما جاش. وهو هودها في الكلام. وقتها ما بص قدامه لقى شين، وشين كان متضايق ان جين برفقه يون. اما جين فاستغرب من تعابيره الغاضبه. يون لاحظت فسالته ليه تعابيره همجيه كده، وهو على طول عدل ملامحه. يا يون مين قال اني برمقك انت بالنظرات؟ في نفس الاثناء جين راح ليو وسالها هل هتروح لمنافسه ولا لا، فقالت له نعم وان فريقها هو التالي. وجين من غير مقدمات قال رصاصه حجمها 5 مللي عايز منها 600 رصاصه. اتفاجئت من طلبه السريع غير الكميه الغير متوقعه، فسالته ليه محتاج الرصاصه البندقيه هجوميه. وجين قال لها ان في حاجه مهمه لازم يعملها. بس يا جين هل تعرف ان صنع الرصاص السحري عالي الجوده بيكلف حوالي 200,000 وون؟ 200,000 وون لكل طلقه، فهل عايز تقول لي ان 120 مليون ما تعتبرش حاجه بالنسبه لك؟ وجين قال لها ببرود انه بس محتاج لبعض الرصاصات. قالت له بعدها بالنسبه لجنسك البري اعتقد ان الاكسير هيبقى جاهز خلال اسبوعين. كان متفاجئ فسالها لو ان ده صحيح، وهي قالت له فعلا، لكن اعتقد ان الامر هياخد بعض الوقت لحد ما الاقي شريك تجاري. وهو قال ما اقدرش اجزم ان هقدر اوفر لك الشخص ده، لكن لو انا قادر اوفره فعلا يبقى نتفق على مبادله باسهم من شركتك الصيدلانيه، ايه رايك؟ ويو وافقت على طول. في هذه الاثناء صوت شين ويون كان عالي، وشين سالها عن اللي مخليها بالقربه من شخص زي ده. ردها كان زعيق، فهي سالته عن الهراء اللي تفوه بيه دلوقتي، فقال لها ما تنسيش اللي قلتيه، كنت ذكرت انك مش بتحبي النوع ده من الاشخاص. فقالت له ان وقتها كانت حكمت عليه بطريقه خاطئه. ويون اللي كانت سامعه قالت لجين يعتبر نفسه ما سمعش كلام شين، وده لان شين لسه ما يعرفش حقيقتك. اما جين فمشي وقال لها لا باس وانه اصلا مش مهتم، والان ساغادر بما اننا انتهينا. جين بيعرفنا بصدق انه مش راضي عن سلوك شين، وان في الاخير دي هي الاعدادات الاصليه للروايه. وبناء على معلوماته شين مش بس وريث رئيس الوزراء اللي كان مستشار للملك سابقا، بل كمان حفيد البطل الاسطوري ميونغ تشول منقذ كوريا الجنوبيه من براثن الجوع. عشان كده حقه يتفاخر بشده بمكانته. ايفنجل لقد عدت، وقولي لي عامله ايه يا اروبا؟ اكيد ما حصلش حاجه سيئه مش كده؟ وفجاه لقاها بتعيط. سالها عن اللي حصل فقالت له هي بتبلع بالعافيه ان ابيض خدش ايديها، وورت له الخدش عشان يتاكد. فكر وقتها ان واحده من الطرق لتربيه الابناء هي عدم اظهار انزعاجه قدامهم، فسالها بكل هدوء عن سبب حدوث ده على فجاه. فردت قالت انا لا اعلم، انا اكره ابيض قط سيء. وفضلت تقول له انها ما عملتش حاجه. اما جين فكان مستغرب ان معقوله خدشها من غير ما تكون اساءت ليه. بنعرف منه ان ابيض بيمتلك تقارب مع المانا من المستوى الرابع، وان الحيوانات ذات الالفه العاليه للمانا مش بس بتتعافى بسرعه وبتمتلك عمر طويل، ده احنا ممكن نقول عليها كائن روحي، وعشان كده مستحيل على واحد من المخلوقات دي يهاجم صاحبه من غير اي سبب. اما بص على الطاوله لقى وجبات القطط الخفيفه مبعثره، وقال ان كان اداها لايفنجل قبل ما يمشي، وده عشان تطعم ابيض كل يوم واحده. وهنا سال ايفنجل عن سبب انتشار وجبات ابيض الخفيفه في كل مكان، وعن اللي مخليها ممزقه بالشكل ده. لقاها ساكته ومش عايزه ترد، وما توقعش يكون اللي في باله. ايفنجل هل اكلت طعام ابيض؟ كانت عايزه تنفي، لكن قالت بتوتر انها لقت ابيض بياكل اكله بحب ونهم، ففكرت في مدى لذة طعامه، وعشان كده قرر تاخد منه قطمه. وهنا عرف ان ده هو السبب اللي خلى ابيض يغضب، فهمها ده وقال لها ما تعملش ده مره تانيه. وقتها وصلت له رساله من رشيل، وما فتح الرساله لقاها تهنئه بعيد ميلاده، وطلبت له مجموعه من الكعك. دي هديتي ليك، انت قمت بعمل جيد في المنافسه النهارده، وعشان كده خلينا كمان نروح للكاريوكي بعد ما ننتهي من الامتحانات. وجين اتفاجئ لان افتكر ان النهارده 8 سبتمبر عيد ميلاد شون الشخصيه اللي هو فيها حاليا. في الناحيه الثانيه يون كانت عماله تتفحص مواقع التواصل الاجتماعي، ولاحظت ان المواقع بقت نشطه الفتره دي. وهي بتتصفح لقت يون منزله صوره مع فريقها لفرحه الاحتفال، ويون هي كمان كانت خرجت مع فريقها، لكن ذكرت انهم افسدوا الاحتفال، وده خلاها مستاءه شويه. وافتكرت حاجه هي انها ما اتكلمتش مع يون ولو بكلمه واحده من وقت ما حصلت مشاده كلاميه ما بينهم. والحقيقه انا اللي اخطات في حقها، عشان كده لازم ابادر بحل المشكله. وارتبكت لان مش عارفه تبدا معاها كلام بأني طريقه. واول حاجه عملتها هي انها حطت اعجاب على منشور منزلاه، وقالت ان ده هيفي بالغرض في الوقت الحالي. بعد ما بصت على الصوره اللي شين منزلها حست بهبل شويه، لانه مفكر نفسه زعيم منظمه عصابات، وفكرت امتى هيتخلص من عقليه الاعداديه دي. وبعدها ما بصت على كيم سوهو تساءلت لو ان هو كمان بقى خبيث، هل يا ترى فاهم ان صوره زي دي ممكن تعمل مقارنه على مدى الوسامه؟ وقتها ظهر لها اشعار بعيد ميلاد جين، فكرت تبعت له هديه، وقالت ان كعك هتفي بالغرض، لكنها اتراجعت بسرعه وقالت ان هيكون من الافضل لو منحته هديه بنفسها. وسرعان ما حدثت نفسها ايه اللي قلتيه يا يون؟ عايزه تقابليه تديله هديه بنفسك؟ الظاهر كده اتجنيتي. هل فعلا مش هيكون في مشكله لو عملت ده؟ ولا احسن بلاش ابعت هديه؟ مجرد رساله تهنئه هتكون اكتر من كافيه. وبطريقه مريبه سالت جين
لو ان عيد ميلاده النهارده فعلا. ما كانش لسه رد عليها، وبعد 5 دقايق من الصبر رد عليها بانه شكرها، فاستغربت وقالت عنه متكبر. بعدها انتهت كل الاختبارات يوم الخميس، وجيم ما حصلش على نتيجه جيده في الاختبار الفردي، ولكن حصل على نتيجه ممتازه في اختبار الفرق، ودي حاجه هتمكنه من الدخول في قائمه افضل 200 لاعب، ودي واحده من اهدافه. وممكن لما ابقى طالب في السنه الثانيه هقدر انتقل لغرفه اكبر، ولكن عموما مفيش داعي افكر في ده دلوقتي. وقتها كان جمع مقتنيات كتيره من الشقه، وكان بيحاول يحطهم كلهم في شنطه واحده، والشنطه دي هي حقيبه القماش الخشن السحريه، حقيبه عاليه الجوده بتقدر تخزن ما يصل ل 100 كيلو جرام. وفي اللحظه دي ظهرت لجين اخبار ساره، وملخص الاخبار هي انه مش هيكون في اي دروس الاسبوع القادم، وان ده اجراء بسبب التحقيق الخارجي. وهو فكر ان حتى المحققين مش هيعرفوا يلاقوا اي دليل، ولكن مع ذلك قيامهم بالتحقيق هيخوف جواسيس الشياطين المتسللين داخل المكعب ولو لفتره وجيزه، وما سياتي بعد ذلك هو الاهم. اما بخصوص الزياره المدنيه اللي هتكون يوم الخميس المقبل واللي بتروج ليها مؤسسه جين سونغ، ففيها هيتم قبول اسبقيه المتقدمين من السنه الاولى. نعم، الرحله الميدانيه هي القصه الرئيسيه، وان في الرحله الميدانيه دي هتقابل الشخصيات الرئيسيه اشباح الماضي، فرصه عظيمه لتطورهم، فلازم يستعدوا كويس. وهنا ابيض انتقم، وايفنجل قالت عنه طماع لانه اكل الدجاج كله. جين قال لها لا باس، وان ده مش هيمرضه لان اوضته مميز. وايفنجل قالت لا، هذا ليس ما في الامر، لقد كانت تلك الدجاجه الاخيره. في المساء قابلت جين وادت له الرصاصات اللي طلبها، وقالت له بما ان سعه مخزن سلاحه 45 طلقه فهي حطت له 900 رصاصه. واما اخذ الرصاصات وشكرها قالت له ياخد ده برضه، عرف انه حامي معصم، قالت له فعلا، وده لان الجزء الاكثر ضعفا عند اطلاق النار بالمسدس هو معصم اليد. يوم الاثنين كان عيد ميلادك مش كده؟ وفي الحقيقه كنت هديها لك في نفس اليوم، لكن زي ما انت عارف كنت مشغوله بالامتحانات. شكرها جزيل الشكر وهي ودعته، قايله له انها هتغادر. وجيم ما كانش مصدق ان هيجي اليوم اللي هيستقبل فيه هديه من يو. اتاخد وقتها ما ادرك ان الوقت بيجري بسرعه، وقال ان كده هيتاخر عن الموعد. بعدها بدقايق سيونج شافه وصل، وسال جين لو انه عايز يقول انه الشخصيه الرئيسيه بظهوره متاخر، وجين اتاسف ووضح له ان كان عنده موعد اخر. اذا يا جين دعنا ندخل الان. وراح على طول المسؤول وقالوا له 5 افراد، فقال لهم يروحوا للغرفه رقم 17. قعدت رشيل تبص يمين وشمال لحد ما في الاخير لقيتها، وهم ماشيين مروا من جنب الغرفه رقم 16، وظهرت يوني اللي كانت بتعرف اللي معاها في الغرفه انها هتروح عشان تشرب. وطبعا وقتها لقيت جين قصادها، اتفاجئت من وجوده وفكرت في سبب حضوره هنا. الارتباك كان واضح عليها لانها خرجت للاستمتاع من غير ما ترتدي اي ملابس رسميه، وعشان تزيل اجواء التوتر سالته لو جه هنا عشان يحظى بعد المرح. قال لها نعم، وهي قالت له انها جت مع بعض الرفاق لتخفف التوتر، لكن قول لي انت جيت مع مين؟ فلمحت وجود رشيل وعرفت الاجابه. الاول كانت فاكراه هنا لوحده، لكن الفكره دي راحت من دماغها. جين وقتها سالها لو انها تروح للرحله اللي مؤسسه جين سونغ دعمها، وهي سالته لو هيروح هو كمان، وهو قال لها نعم لان حاليا مفيش حاجه بيعملها. وقتها ظهرت زميلتها وعرفتها ان دورها جه، وجين مشي وقال لها نبقى نتكلم في وقت لاحق. دخل الغرفه رقم 17 وهو بيفكر ان من مده وما راحش اماكن الغناء، وان حتى في العالم الحقيقي تواجده في اماكن زي دي كان قليل. وفجاه لقى ايد مسكته، طلع سيونغ بحاله مزريه، واخر حاجه قالها له هي ان ينفد بجلده. ما كانش فاهم ولا عارف اللي بيجرى معاه، ولقى كل الفريق وقع على الارض الا راشيل. نده عليها وهي ابتهجت من وصوله، وهنا جين كان هيموت على نفسه. فراشيل بتحب الغناء، لكن المشكله ان صوتها مروع بشكل لا يصدق، ولانها بدات الغناء تاني ندم على اليوم اللي اضاف لها فيه اعدادات قبح صوت الغناء. بعد ما انتهى ورجع جين للسكن كان قاعد بيفكر ان خطه وضع غبار الشتله في السوار بقت جاهزه بشكل مثالي، ولكن كيف امنحه لراشيل؟ السوار اللي مع جين مجرد سوار عادي، والفكره كلها في الغبار السحري اللي شبعه بيها. فكر ان كيم سو كان المفروض يساعد راشيل في اكتشاف خصائص الغبار في الاحداث المستقبليه، ولكن بما ان حاليا في فجوه صارخه ما بينهم فلقى ان لازم يسلمها الغبار باقرب وقت. وقتها ارتبك شويه لان حتى لو سلمها السوار اللي بيحتوي على غبار الشتله فده برضه مش هيكون كفايه، لانها لازم تعرف ازاي تستعمل السمه الخاصه بيه. وهنا وصلت له رساله جديده من راشيل: مرحبا سيد جين، ممكن تعلمني القليل عن كيفيه استعمال القوه السحريه؟ وهو استغرب لانه اصلا ما بيعرفش يستعمل السحر، ولكن رغم ده شاف انها فرصه جيده عشان يديها السوار ويفعل سمته السحريه، يعني ده توقيت مثالي. ما مرش كتير وكان وصل لها، وهي اتفاجئت لما لقيته وصل بسرعه وانه كمان جه قبل الميعاد. شكرته على حضوره تحديدا لانها طلبت منه ده على فجاه، وهو قال لها انه كان متفرغ مش اكتر، وجواه شايف ان هو اللي المفروض يشكرها. لكن راشيل: هل في حاجه اصلا اقدر اعملها لك في السحر؟ فقالت له ما تقولش كده، وان بعد مراجعه منافسه الفرق لقيت ان الفريق كان بيمتلك العديد من الثغرات والنقائص، وان لولا المجهود اللي انت بذلته ما كناش هنقدر نملي الثغرات دي وننتصر. انت فعلا هتعرف تساعدني. وطلبت منه برجاء يعلمها ازاي تبقى قويه زيه. عايزه تجربي تدريباتي دي صعبه للغايه، هل هتقدري تتحمليها؟ فقالت له بكل ثقه انها هتقدر. طيب يبقى خلينا نبدا بجلسه التربع. كانت بتحاول، فقال لها ان لو بتواجه صعوبه في ضبط الساقين فممكن بس تجلس باي وضعيه مريحه. قالت له لا باس وانها هتقدر تعمل ده. بعد كام محاوله طلعت مش عارفه، فسالته لو ان مفيش مشكله فعلا بخصوص الجلسه، فقال لها نعم، ودلوقتي مد ايدي في ناحيتي اللحظه دي هديه صغيره مني وصدقيني هتفيدك، بس انت اللي هتساعدني في التدريب. ليه انا اللي احصل على هديه؟ قال لها انه مجرد سوار عادي وان عشان كده مفيش داعي لكل ده. وبعد ما هي شكرته قال لها والان اضبطي جسدك مستقيما وحافظي على راسك هي كمان في وضع
مستقيم، ومن ثم تنفسي بأريحية. وانت في الحالة دي حاولي تركزي على تحريك قواك السحرية، خليها تتدفق بالتساوي من أطراف صوابعك لأنامل قدميك. قالت له إنها بمجرد ما عملت ده حست إن قوتها أقوى من المعتاد، وجين قال لها ممتاز، وفي سره قال إن طريقة التأمل دي لسه مخترعها بنفسه وما كانش يعتقد إنها هتكون فعالة للدرجة دي، وإن دلوقتي بعد ما حط الطعم لازم يبدأ بالمهمة الرئيسية. راشيل المرة دي ابدأي في تدوير سريان المانع بدءا من معصمك الأيسر، خلي طاقة الثوار تنتشر في كل أنحاء جسدك. وهي على طول بدأت تطبق الكلام، جالها شعور فاكرة إنها استشعرته قبل كده، لكن المرة دي أكتر كثافة، إنه وكأن الطبيعة تتحدث معي، وقالت لجن بدهشة إنها بقت تتحكم فيها فعلا.